فوز عريض للمنتخب المغربي، فعالية حاضرة بشكل كبير عند مهاجمي المنتخب، نقاط إيجابية كثيرة كانت في هذه المباراة، ولكن كاين كذلك بعض النقاط السلبية. هذا هو ملخص مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب افريقيا الوسطى، مباراة اللي انتهت بنتيجة 5 ديال الاهداف نظيفة، كانت من توقيع كل من عبد الصمد الزلزولي، عز الدين أناحي، أشرف حكيمي، واخيرا سفيان رحيمي. مباراة اللي قدر المنتخب المغربي يحسم فيها الانتصار الثالث على التوالي في هذه المجموعة، بالرغم من ان عامل النقاط والترتيب غير مهم بالنسبة لأسود الأطلس، ولكن على العموم كانت هذه فرصة عند وليد الركراكي باش يجرب خطط وافكار جديدة، وهذا الشيء اللي قام به بالفعل في هذه المباراة. كيفاش كان الاداء ديال المنتخب المغربي وكيفاش جا هذا الانتصار وشنو هما السلبيات اللي بانوا عند المنتخب، هادشي كامل غنشوفوه في هذا الفيديو. المنتخب المغربي وعلى خطى المباريات السابقه كيفوز مره اخرى بنتيجه عارضه، بحيث في اخر 4 ديال المباريات جراهم المنتخب قدر يخرج في 3 منهم بحيث كتفوق 3 ديال الاهداف. مباراه الكونغو انتهت بنتيجه 6 ديال الاهداف نظيفه، مباراه الغابون انتهت بنتيجه 4 ديال الاهداف مقابل هدف واحد، ومباراه الامس اللي انتهت بخماسيه نظيفه في شباك منتخب افريقيا الوسطى. الاستثناء الوحيد اللي كان هو في مباراه ليسوتو واللي انتهت بنتيجه هدف واحد فقط مقابل لا شيء. في هذه المباراة قام وليد الركراكي بتجريب عدد كبير من اللاعبين واللي لعبوا ما بيناتهم لاول مره، داكشي علاش الامور ما مشاتش بطريقه مثاليه ضد منتخب ليسوتو، وهادشي اللي خلى وليد الركراكي يدخل بجديه في هذه المباراة، عدم الدفع باسماء كثيره جديده، وكذلك اللعب بشكل مباشر على المرمى باش يفوز بنتيجه كبيره، وينسي الجمهور المغربي ديك الصوره اللي بان بها المنتخب في اخر مباراة كانت في التوقف الدولي السابق. وليد الركراكي قرر انه يفاجئنا كاملين، بحيث ان الجميع كان كيتوقع دخول تشكيله كانت منتظره صراحه، وهي اللي توقعنا في الفيديو السابق، بحيث كنا كنتظروا من وليد الركراكي يدخل بتشكيل 4-3-3 وبالدفع بكل من ياسين بونو في الحراسه، اكردو عبقار في مركز الوسط الدفاعي، حكيمي وادم ازنو كاظهره، في وسط الميدان كل من ثلاثي سفيان امرابط، عز الدين أناحي وبلال الخنوس، والخط الهجومي غيكون فيه الياس اخوماش، عبد الصمد الزلزولي، واخيرا سفيان رحيمي. ولكن وليد الركراكي قرر انه يخرج على المألوف ودخل بتشكيله جديده على مستوى الرسم، وكذلك بعض الاسماء واللي دخلت لاول مره، والخطه كانت كالاتي: بونو في حراسه المرمى، المدافعين كل من نايف اكرد وجمال حركاس، الظهير الايمن اشرف حكيمي، الظهير الايسر يوسف بن العماري، في وسط الميدان مركز الارتكاز كان فيه سفيان امرابط، وامامه كل من عز الدين أناحي الياس بن الصغير، مركز الجناح الايسر عبد الصمد الزلزولي، الجناح الايمن سفيان رحيمي، وراس الحربه هو ايوب الكعبي. كانت هذه هي التشكيله اللي بدا بها المنتخب، واللي صراحه حيرتني في الاول خصوصا قبل ما تنطلق المباراه، بحيث كان عندي تساؤل كيفاش غتلعب الكره بهذه التشكيله اللي على الورق كتبان كخطه 4-3-3، ولكن على المستوى التكتيكي وفي حاجه حيازه الكره كانت تحركات اللاعبين بشكل مختلف تماما، بحيث قرر وليد الركراكي يجرب اسلوب تكتيكي عمرنا شفنا المنتخب المغربي داروا من قبل، وهو كالاتي: في حاله كانت الكره في هجمه لصالح المنتخب المغربي كانت تحركات اللاعبين هي المحور الاساسي اللي لعب عليه في هذا الاسلوب، بحيث اولا المنتخب المغربي بدل ما يعتمد على البناء من الخلف وتمر الكره من عند الحارس للدفاع ثم وسط الميدان وصولا للهجوم، قرر انه يلعب لاعب مباشر مع استغلال الزياده العدديه اللي كتكون في منطقه الخصم، وهي اللي خلقت لنا التفوق على مستوى المباراه ككل. ولكنها كان سيف ذو حدين، بحيث ان المنتخب المغربي وبالبلوك اللي كان طالع 3 اطوار المقابله كان من السهل ضربه بالمرتدات، وفعلا شحال من مره وقع هذا الشيء، وكان كيبقى فقط جمال حركاس ونايف اكرد في مواجهه مهاجمي منتخب افريقيا الوسطى. ولكن على المستوى الهجومي كانت نقطه قوه المنتخب في هذه المقابله، بحيث ان التنشيط الهجومي كان على الشكل التالي: اسود الاطلس ملي كيمتلكوا الكره كنا كنلاحظوا اندفاع الاطراف، فكل من بن العماري واشرف حكيمي كيتقدموا للامام، مما كيخلي امرابط يترجع شويه للوراء باش يغطي عليهم على تقدمهم. بالنسبه لبن الصغير كان الدور ديالو في هذه المباراه هو يدخل الانصاف المساحات اللي كيكونوا في الجهه اليسرى ويخلق مثلث رفقه كل من الزلزولي وكذلك بن العماري، واللي كانت بطبيعه الحال لا مركزيه في هذه الجهه، بحيث كل واحد فيهم كيقدر ياخذ المركز ديال رفيقه في الملعب على حسب المعطى اللي كيكون امامه. في الجهه اليمنى للمنتخب كنا كنشوفوا عمل اخر، بحيث ان عز الدين أناحي كيبقى ليه وسط الميدان كامل كيتحرك فيه بكل حريه. الجناح اليمين كيدير دور تكتيكي كبير، هذا الجناح اما كيكون سفيان رحيمي او ايوب الكعبي، بحيث من مركز الجناح كيضم للعمق وكيولي كمهاجم ثاني، وفي نفس الوقت كيجر معاه الظهير الايسر للمنتخب افريقيا الوسطى، وهنا كتبقى المساحه والجهه اليمنى كامله فارغه لاشرف حكيمي وكيتقدم فيها كيف ما بغى. كان هذا هو الاسلوب التكتيكي للمنتخب المغربي في هذه المباراه، واللي بالمناسبه كان ناجح بزاف وبين على الفعاليه ديالو، بحيث ان اهداف المنتخب المغربي كامله كانت نتيجه لهذا الاسلوب وهذه الافكار اللي تم تطبيقها في هذه المباراه، واللي كانت فعاله خصوصا امام خصم اللي كان متكتل دفاعيا في بدايه المباراه، وقدرنا اننا نحلوا التكتل ديالو من خلال تسجيل هدفين اللي خلاهم يخرجوا يقلبوا على الكره من اجل التسجيل. وهنا فين استغلوا لاعبي المنتخب المغربي هذا المعطى وقدروا يسجلوا اهداف قتلوا بها هذه المباراه من شوطها الاول.
اسلوب تكتيكي كان ناجح بكل المقاييس في هذه المباراه، بحيث خلق لنا مساحات اكثر للاعبين في ظل تكتل الخصم، وخلقنا به زياده عدديه كبيره في منطقه الجزاء. ولكن نقطه الضعف الوحيده في هذا الاسلوب هي سهوله القيام بمرتدات، بحيث كيف ما قلت سابقا جميع الهجمات المرتده لمنتخب افريقيا الوسطى كان كيتلقى لها فقط لاعبين وهما اجرد وجمال حركاس، ولحسن الحظ ما تم استغلال حتى وحده، وهذا الشيء راجع لضعف الخصم والمستوى الفني ديالو، واللي طحنا امام فرق عندها مهاجمين مزيانين فراه غادي يعذبونا بزاف. واقرب مثال منتخب الغابوني دار فينا ما بغى في المباراه السابقه ضدهم، واللي لولا تالق ياسين بونو كانت تكون نتيجه مغايره من غير الانتصار ب4-1. على اي المنتخب المغربي في هذه المباراه بين على فعاليه كبيره ونجاعه هجوميه ممتازه قدام المرمى، وهذا الشيء صراحه مفرح، في حين مازال تبعنا نزيدو نتطوروا دفاعيا ونحلوا العديد من المشاكل اللي كتواجهنا وغتواجهنا مستقبلا. على مستوى اللاعبين صراحه كانوا على اعلى مستوى، خاصه البعض منهم اللي كانوا من نجوم اللقاء، ولازم نشيدوا بالاداء اللي قدموه في هذه المباراه. والبدايه غتكون بجمال حركاس اللي لعب اول مباراه ليه مع المنتخب ولعبها كاساسي، واستطاع انه يقدم اداء جيد، ما دارش اخطاء دفاعيه كثيره سوى في كره واحده اللي كانت تقدر تشكل الخطوره على مرمى منير المحمدي. من غير هذه الكره صراحه قدم اداء جيد. الظهير الايسر يوسف العماري واللي قدم مباراه ممتازه على المستوى التكتيكي، بحيث يدخل بشكل جيد في المثلث ديالو مع الزلزولي وبن صغير، وبحكم ان مركزه الاصلي هو وسط الميدان قدر انه يلعب هذا الدور بشكل جيد في النهج الهجومي للمنتخب، وكان ديما كيتوجه الانصاف في المساحات والاطراف، وديما كيدير الزياده العدديه في منطقه الجزاء، وقدر يعطي اسيست في هذه المباراه. عز الدين أناحي اللي مره اخرى كيثبت انه مع المنتخب كيولي لاعب اخر وكيخرج احسن نسخه فيه بهدفين واسيست، بالاضافه لدوره التكتيكي في هذه المباراه كيخليه بالنسبه لي هو نجم هذه المقابله. عبد الصمد الزلزولي واللي في كل مباراه كيلعبها مع المنتخب الا وكيزيد يثبت انه تغير بزاف على المستوى التكتيكي والتقني كذلك. لاعبه المباشر للمرمى كيخليه هو الخيار الامثل للاعب في الجناح الايسر، ولكن خاصو يخدم على الانهاء. اخر اسم اللي دار مباراه ممتازه هو الياس بن صغير، صراحه وفد التوظيف اللي وظفه وليد الركراكي في هذه المباراه بين على مستوى جيد، خصوصا في المراوغات واستغلال المساحات الفارغه في الملعب. ولكن المشكل الوحيد اللي كان في هذه المباراه هو انه في بعض الاحيان كيختار خيار المراوغه في حين كيكونوا العديد من الخيارات التمرير قدامه وفي وضعيات احسن منه. كان هذا هو تحليل مباراه المنتخب المغربي وافريقيا الوسطى، مباراه اللي كانت في المجمل جيده جدا، وقدرنا نشوفوا اساليب وافكار جداد من عند وليد الركراكي. شنو هو الراي ديالكم في هذه المباراه؟ واش المنتخب بان بهذا الاداء فقط حيث المنتخب اللي واجهنا كان ضعيف او لا؟ وشكون هو نجم المقابله في وجهه نظركم؟ اعطيني الراي ديالك في التعاليق.